السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله كاستر بالكريم كراميل. احنا متعودين طبعا بالكراميل اسفة، متعودين ان يبقى كريم كراميل، لكن النهاردة هنعمله بالكاستر. وصفة سهلة وخفيفة وان شاء الله يا رب تعجبكم. عندنا 6 معالق كبار من بودرة الكاستر، دي موجودة في اي سوبر ماركت. 6 معالق مليانة كبيرة. هنضيف عليهم كوبايتين من المية، ونفس الكوبايتين اللي هنعاير بيهم المية هما اللي هنعاير بيهم اللبن. يبقى مع 6 معالق كبيرة مليانة من بودرة الكاستر عليهم كوبايتين من المية. هندوبهم مع بعض كويس قوي على البارد، وهنسيبهم على جنب على بال ما نسخن اللبن بتاعنا. في الوقت دوت هنعمل الكراميل، عبارة عن كوباية او كوباية الا ربع من السكر من غير اضافة مية او اي حاجة تاني. هنحطهم في اناء واسع ونسيبهم ما نحركش فيهم اي حاجة زي ما احنا شايفين كده لغاية ما يبتدي هو يسيح لوحده ويتحول لعسل. اهو شايفين انا بس يا دوبك بوزع بس السكر الزيادة اللي فوق الوش. ده اللبن بتاعنا سخن. هنبتدي بقى دلوقتي نضيف الكاستر. مقدار اللبن عبارة عن 6 كوبايات من اللبن. اول ما سخن وضفنا عليه الكاستر هنضيف حوالي معلقتين او 3 كبار من السكر، والسكر طبعا حسب الرغبة. بس عندنا نقلب فيه ما نوقفش خالص لغاية ما يبتدي يتقل معانا بالشكل ده. ونرجع تاني للكراميل. زي ما احنا شايفين اهو ابتدى يعني يتحول لونه. نبتدي بقى كده نقلب بالشوكة بالراحة من بره لجوه زي ما احنا شايفين. هيبتدي يسيح ويخف خالص زي ما احنا شايفين كده ويتحول لسائل. بس ده كده شكله بعد ما تحول لسائل. خلاص هنطفي عليه. في الوقت دوت هيكون الكاستر بتاعنا خلاص تقل. هنجهز الاطباق بتاعتنا. هنحط بس معلقه كبيره كده في كل طبق ونوزعها فيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وما نقلقش خالص يا جماعه لو جمدت، ده طبيعي. لما يتحط عليها الكاستر وهو سخن هيرجع يسيحها تاني. زي ما احنا شايفين بنوزع كميه الكراميل في الطبق. وبعد كده خلاص كده ده السمك النهائي بتاع الكاستر كده مظبوط جدا. هنبتدي بقى نصبه في الطبق بتاعتنا. الكميه ديت عملت حوالي 6 اطباق من الحجم اللي انتوا شايفينه ده اهو. هنوزع كده. طبعا في كراميل جاهز اللي عايز يجيبه مفيش مشكله، بس انا شايفه ان الطريقه ديت سهله وبسيطه، واي بيت فيه سكر فعادي يعني ممكن نعملها. ادي الكميه بتاعتنا كلها. هنسيبه بقى خالص لغايه ما يبرد بره التلاجة. بس ده بعد ما سيبناه حوالي 6 ساعات في التلاجة. هنجيب بقى طبق تاني وهنقلبه عليه ونستنى بس حوالي 10 ثواني. هنلاقيه فصل لوحده من غير اي مجهود زي ما احنا شايفين اهوت، ولا خبطنا على الطبق ولا اي حاجة. ممتاز جدا وناجح باذن الله معاكم. وده شكله من جوه. اظني طبعا ما تفرقهوش عن الجاهز. والله يا جماعة وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وطعمها ان شاء الله هيعجبكم ويعجب اولادكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم.